نهار تاني عيد اللي كنوجدو فيه قطيبات باللحم ديال الخروف، تتبيله مميزه مع اسرار باش يجيكم اللحم فتي. اولا كنحتاجو قطع اللحم اللي كنكونوا غسلناهم من قبل. كنوضعوا كميه لا باس بها من المعدنوس او البقدونس، تقريبا 2 معالق كبار، وكنضيفوا كذلك القزبر تقريبا ملعقه كبيره، 3 ديال الفصوص يكونوا محكوكين ديال الثوم، وكنضيفوا بصله واحده مفرومه. اما بالنسبه للتوابل فقط معلومه باش يجيكم اللحم فتي ورطب، فكتضيفوا الى اللحم قليل من الحليب، تخليوه تقريبا 2 او اكثر، يمكن ليه يبقى ليله كامله. بالنسبه ليا ما استعملتش الحليب. نكملوا الوصفه. كنحتاجوا الكمون، الملح، كمون تقريبا 2 معالق كبار، ملح ملعقه صغيره، مع الفلفل الاحمر الحلو اي البابريكا ملعقه صغيره من البابريكا او تحميره، قليل من الفلفل الاسود اي الابزار، ومع قليل من الفلفل الاحمر الحار. في الاخير كنضيفوا زيت زيتون، وكنحاولوا ندمجوا جميع المكونات جيدا. كنغطيو وكنخليوه على الاقل 2 ساعات. من بعد ما دازت 3 سوايع تقريبا، انا خليته 3 سوايع، كنحاولوا نوجدوا القطيبات ديال اللحم، كنحاولوا نوضعوهم بكميه متساويه، كنخليو واحد الفراغ في وسط كل قطعه باش يطيب لينا بسهوله. كنوضعوهم على الفحم، كنخليهم يطيبوا على الجهتين. فنتمنى الفيديو يعجبكم، ونتمنى القطيبات ديال اللحم يعجبوكم، وبصحه والراحه، ونخليكم مع تتمه الفيديو والى فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.